يا مرة بتعرفي لازم روح زور جارنا المريض، بس المشكلة ما بعرف احكي، ماني زاير مريض بعمري. يا زلمة بتروح لعنده بتسأله الأسئلة التقليدية عادي. بتقول له مثلا كيفك يا جار؟ بيقول لك منيح. بتقول له إن شاء الله. بترد بتسأله عند أي دكتور عم تتعالج؟ بيقول لك الدكتور الفلاني. بتقول له هاد أحسن دكتور. شو وصف لك مثلا شو وصف لك تاكل؟ أكيد رح يقول لك شوربة لأنه مريض. بتقوم بتقول له اعصر له حامض مشان تقبلها نفسك. بسيطة. تمام. كيفك يا جار؟ والله رح موت. ايه ان شاء الله ان شاء الله. عند اي دكتور عم تتعالج؟ عند عزرائيل. هاد احسن دكتور. شو وصف لك تاكل؟ خرا. اعصر لها حامض بتقبلها نفسك. هذا يطلعوا من هون. واحد اتزوج على مرته بالسر. لما مرته الجديدة حملت وقربت تولد قالها اسمعيني منيح، أنا ما بدي مشاكل. إذا ولدتي وأنا عند مرتي الأولى اوعك تتصلي فيني، بعتيلي رسالة واكتبيلي فيها همبرجر ورح أعرف إنك ولدتي. بعد فترة من الزمن وصلته رسالة، أول ما قرأها أغمي عليه. طلبوا له دكتور وكل ما يفيقه يقرأ الرسالة يدوخ ويرجع يغمى عليه. الدكتور قرأ الرسالة وكان مكتوب فيها 4 همبرجر، 2 مع بيض و2 بلا بيض. واحد اتزوج وبعد شهر من زواجه صارت مرته تحس بدوخة، قال أكيد حامل. أخذها وراح عند الدكتور، قال لهم الدكتور لا هذا انتفاخ. بعد كمان شهرين حصل معاها نفس الأعراض، راحوا عند الدكتور قال لهم ده انتفاخ. بعد كم شهر حصل معاها نفس الأعراض، راحوا عند الدكتور قال لهم نفس الموضوع. عصب الرجال وطلع عقد الزواج من جيبه وقال له للدكتور شوف لي مكتوب تحت اسمي زوج ولا منفاخ هوا. محشش سأل راعي غنم إذا عرفت عدد غنمك من نظرة واحدة شو بتعطيني؟ رد عليه الراعي أعطيك خروف. قال له المحشش 20. قال له والله صحيح، يلا خذ خروف. أخذ المحشش خروف ومشي. نادى الراعي وقال له إذا عرفت أنت شو ينادولك ترجع اللي أخذته. قال له المحشش موافق. قال له الراعي أنت ينادونك محشش. قال له كيف عرفت؟ قال له لأنك أخذت الكلب. واحد عنده قط كل ما يرميه بعيد بيرجع، رماه عند المطعم رجع، رماه عند البحر كمان رجع، رماه في سوق السمك كمان رجع. عصب الرجال وقرر يرميه في الصحراء، وداه نص الصحراء وتركه. وبعد ساعتين اتصل على زوجته وقالها القط رجع؟ قالت له ايه رجع وليكو عم يستناك على الدرج. قالها طيب اعطيه التليفون يوصف لي الطريق الله ياخده. واحد ومرته صار مشكلة بيناتهم، قال هات لنعمل مثل الأجانب والناس الراقية المتحضرة ونقعد مع خبيرة علاقات أسرية بلكي ترشدنا شو نعمل. اتصل على العيادة، ردت عليه السكرتيرة وقالت له الجلسة ب$200، ايمت بتحب احجز لك موعد؟ قالها لا شكرا اساسا نحن متخانقين كرمال $20. واحد بخيل مصاحب وحدة كل يوم بيصفر لها مشان تنزل ويطلعوا سوا. فمرة قالت له لا عاد تصفر لانه اهلي حفظوا الصفيرة وما عاد يخلوني اطلع، وقت اللي بدك تجي زدت ربع ليرة على البرندة بحس وبنزل لعندك ولا تخاف بجيب لك اياها معي. تاني يوم اجا لتحت البرندة وزدت ربع ليرة، استنى ساعة ساعتين 3 والبنت ما نزلت. طلعت عليه من البرندة قالها ليش ما نزلتي يا حمارة؟ قالت له عم دور على الربع ليرة يلي زتيتها. قالها لا تخافي كنت رابطها بحبل. واحد عزم خطيبته على شاورما، قالت له بشرط أنا اللي بدفع. قالها مو عيب تدفعي وفي شوارب على وشي. المهم راحوا على مطعم الشاورما، طلب لها أول وحدة وأكلتها، وطلب لها الثانية وكمان أكلتها، وطلب لها الثالثة وكمان أكلتها. فقال لها اطلب لك كمان. قالت له طيب ماشي بس اصبر لبين ما أخلص يلي بإيدي. قالها طيب لبين ما تخلص يلي بإيدك أنا رايح أحلق شواربي وراجع. واحد عمره 100 سنة راح لمكتب للتأمين على حياته، قال له الموظف انت كبير بالسن وما رح نقدر نأمن عليك. قال له الختيار ليش؟ امبارح ابي اجا لهون وأمن على حياته وما حدا حكى معه. استغرب الموظف وقال له طيب تعال بكرة ورح نشوف لك حل ان شاء الله. قال له بكرة مشغول رايح احضر فرح جدي. استغرب الموظف كتير وقال له جدك لساته عايش وبده يتزوج؟ قال له صراحة هو ما كان بده يتزوج بس امه وابوه ضاغطين عليه.
استاذ بيسأل طلابه: شو برنامجكم اليومي أول ما ترجعوا من المدرسة؟ الأول قال: بنام، ولما بقوم من النوم باخد دش وبروح لعند أبو حنان بجيب منه حشيش. التاني قال: بقوم من النوم وبروح لعند أبو حنان بجيب منه ويسكي ومشروب. التالت قال: بقوم من النوم وبروح لعند أبو حنان بجيب من عنده مخدرات. الرابع قال: بقوم من النوم بصلي وبدرس وبدور على رزقي. الأستاذ قال له: ما شاء الله، شو اسمك أنت يا بطل؟ قال له: محسوبك أبو حنان. ألماني شاف واحد عربي قاعد عم ياكل بذر تفاح من كيس بإيده. سأله: شو عم تاكل؟ قال له: بذر تفاح. قال له الألماني: معقول بتاكل بذر تفاح؟ رد العربي: بذر التفاح مليء بالفوائد وهو منشط ومقوي للذاكرة. رد الألماني: طيب ناولني حبة. قال له العربي: لا، لو بدك بعطيك 10 بذرات ب50 يورو. رد الألماني: شو هالاستغلال؟ 10 بذرات ب50 يورو؟ على كل حال هاي 50 يورو. وأكل أول حبة وما استطعم فيها، أكل الثانية وبعدين سكت شوي وصفن وقال له للعربي: بتعرف أنا قديشني أهبل؟ كان فيني اشتري بال50 يورو 20 كيلو تفاح وطالع منهم 100 حبة. قال له العربي: شفت كيف من تاني حبة صرت ذكي؟ شلون لو أكلت 10 حبات ممكن تصير أينشتاين. واحد عنده ولدين وشاكك انه ولد منهم مو ابنه، راح لرجال كبير وحكاله الحكاية. الرجال قال له: روح مكان فاضي وارسم دائرة ونام فيها انت وولادك، والصبح الولد اللي بتلاقيه برات الدائرة بيكون مو ابنك. اخونا عمل المطلوب وصحي الصبح لقى حاله هو والولاد برات الدائرة. طلع بولاده وقال لهم: امشوا امشوا نمشي، شكلها خربانة من ايام جدكم.